انت عارف ايه هو حقك الاول قبل ما تمضي على عقد العمل، ولا انت لازم تجيلنا بعد المشكلة؟ اهلا وسهلا بيكم اصدقائي اصدقاء قناة على المنصة مع احمد حواش. سألت نفسك قبل كده ازاي تحمي نفسك من الشروط التعسفية اللي موجودة في عقود العمل؟ في الفيديو بتاع النهاردة هقولك على أهم النقط اللي تركز فيها كويس جدا وانت بتكتب أي عقد عمل، وده لمصلحتك. أول حاجة لازم تعرفها ايه هو أصلا العقد اللي انت بتمضيه، وايه الفرق بين العقود المكتوبة والعقود الشفهية. العقد ده هو المستند اللي بيثبت فيه حقك وبيكتب عليه واجبك وكل شيء بيكون خاص بيك في الجهة اللي انت رايح تشتغل فيها، فلازم تديله أولوية، ولازم قبل ما تمضي تفكر مرة واتنين، ولازم تخلي بالك من النقط اللي هنذكرها في الفيديو ده. في بعض الشركات اللي بتستغل ان الشباب محتاجة العمل ده وبتقول لهم على كل شيء شفاهة من غير ما تمضي معاهم أي عقود، وده غلط. خلي بالك البنود الأساسية اللي عينك ما تتشالش من عليها وانت بتكتب أي عقد عمل هي أول حاجة مدة العقد. لازم تعرف مدة العقد، وهل العقد أصلا محدد المدة ولا غير محدد المدة. تاني حاجة، ودي حاجة طبعا انت مش مستنيني ان انا اقولك عليها، وهي الراتب بتاعك، وهل في اضافات، وهل في اجازات سنوية، وايه هي المزايا اللي انت هتتحصل عليها من توقيعك على العقد مع الشركة اللي انت قدامها او اي جهة عمل كانت. ساعات العمل لازم تركز جدا ويكون ساعات العمل محددة ومكتوبة في العقد اللي انت هتمضيه. واهم حاجة تركز فيها هي شروط انهاء العمل اللي انت لسه هتمضي بدايته، لان كل الشركات وجهات العمل بتبقى كويسة وحنينة قبل ما تمضي العقد، ولكن ازاي بقى هتخرج منها لو جالك فرصة انسب او لأي سبب كان؟ لان معظم المشاكل بتيجي من الجزئية دي، فلازم تكون الجزئية دي محطة انتباه ليك وتاخد بالك منها كويس جدا طبعا. وما تنساش اهم حاجة، وهي انك تقرا العقد اللي قدامك كويس جدا مرة واتنين وتفهم ايه اللي مقصود بالكلام اللي موجود في العقد. وعلى نفس ذات الأهمية هو إنك تطلب نسخة من العقد تكون معاك تحتفظ بيها علشان تقدر تستشير المحامي الخاص بيك. ونصيحة طبعا إنك تعرض الأمر أو أي شيء مش مفهوم قبل ما تمضي على المستشار القانوني الخاص بيك اللي انت بتثق في رأيه، وما تمضيش على حاجة طالما انت مش فاهم فيها حاجة. ونصيحة أخيرة ليكم جميعا، اوعى تمضي على حاجة وانت مش متأكد منها أو مش متأكد انك فهمتها بشكل كامل، وده بينطبق على عقود العمل أو غيرها من أي أوراق رسمية. وفي الأخير ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وعلشان تدعمونا ان احنا نقول لكم نصائح وأفكار قانونية أكتر. ولو انت حابب انك تتناقش في اي نقطة من اللي اتكلمنا فيها ممكن تسيب تعليقك تحت، ولو عايز اي موضوع نتكلم فيه او نشرحه لك برضو ممكن تسيبه في التعليقات تحت، وهنرد عليك في خلال الفيديوهات القادمة. ولحد ما نشوفكم في حلقات تانية، اشوفكم على خير.